السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في قناة وصفات سيدة جزائرية. أهلا وسهلا بكم في قناتي المتواضعة. جيت نطلع عليكم اليوم وصفة جزائرية تقليدية، وصفة بسيطة، وصفة أمهاتنا وجداتنا. الوصفة إن شاء الله اللي راح نشاركها معكم اليوم هي وصفة السفنج ولا الخفاف، كل آخر كيفاه يسميه. وصفة السفنج ولا الخفاف تليق نقولوا توالم قهوة الصباح، نقولوا الفطور، ولا ثاني قهوة العصر. أنا ما نكذبش على بنياتي، حضرتها القهوة العصر، أرجو أن تنال إعجابكم. بسم الله. انا هنا جبت دقيق كنزه، شريت دقيق كنزه تاع الباكيات، ما نكذبش عليكم، بصح للاسف كي حليتو لقيتو شويه حرش. كون صراحه نحضر السفنج تاعي ولا الخفاف تاعي بالدقيق، ما ندير له حتى اضافات، ومن بعد كي لقيتو شويه الحبه تاعو حرشه، قلت خلي نخلط معاه شويه فرينه. درت الكيله الاولى وزدت الكيله الثانيه وزدت الكيله الثالثه. الكيلة الرابعة درتها فرينة. بالنسبة للكاس اللي كيلت به، هذا طبعا كاس تحليب، الوزن تاعو 321 غرام. نخلط الدقيق تاعي مع الفرينة مليح، ضفت له مغرف خميرة. الماء طبعا يكون دافي، ما يكونش بارد وما يكونش سخون بزاف، يكون دافي. كيما درك الحال بدا شويه يسخن، ما سخنوش بزاف، ديروه دافي. في الشتاء الحال بارد شويه سخنوه بصح ما تخليوش نقولوا يفسد لكم العجينه تاعكم. هنا بديت نبل، ضفت كيله تاع الماء. بالنسبه للماء انا دات لي 2 كيلات تاع الماء، يعني 6 كيلات دقيق وكيله فرينه داولي 2 كيلات ماء. الملح هنا ضفت مغرف تاع ملح، نقول ماهيش مسوحه، يعني الملح ما نكذبش عليكم جاتني شويه مسوسه، من بعد زدت لها. هنا كتجيو ضيفوا مغرف تاع ماكله ممسوحه. هنا درك نلمها، نزلتها فوق سطح العمل، لان البول اللي خدمت فيه ولا الاناء اللي خدمت فيه جاني صغير، وكذلك ما حبيتش نحط القصعه على خاطر ما درتش بزاف. الكميه اللي درتها ماكسيموم تاع 2 خبزات كسره. دوك نغطي عليها ونخليها ترتاح للمره الاولى، من بعد نحيها من البول وننزلها فوق سطح العمل ونبدا نعجن فيها. بالنسبه للبنات المبتدئات كل يتعجنوا، نقولوا في اي، نقولوا سفنج ولا سريده تاع الطاجين ولا خبز الدار، عجنوا مليح. كي تلقاو العجينه تحت يديكم ولا تطرشق ولا ترطبه، في الوقت هذاك توقفوا، ومن بعد كي توليو تسقيو فيها، رميو الماء بشويه وعجنوا. كي تنشف زيدوا ارميو الماء، وهكذا حتى تتحصلوا على القوام اللي نتوما حبيتوه. في الوقت هذاك توقفوا. انا هنا اكيد قاعده نخاطب في البنات المبتدئات، اما عن النساء الجزائريات اكيد نساؤنا فحلات وشاطرات. في الاخير نضيف لها بيضه. على ذكر البيض، كاين اللي يضيف البيض في الاول وكاين يضيفه في الاخير. انا هنا ما زلت نخدم كما كانت تخدم ميمتي، الله يرحمها ويرحم جميع امهات المسلمين، ويحفظ الامهات اللواتي لازلنا على قيد الحياه. واكيد بعد ما تعجنوا السفنج تاعكم مليح، نوصل للمرحله الاخيره وهي مرحله التخبط. خبطوه مليح، خبطوه كيما تخبطوا الغرايف ولا القرصه، على قد ما خبطوه على قد ما يجيكم خفيف. هنا دهنت البول تاعي وحطيته في البول،
ونبدي نحطه يطلع ولا يتخمر للمرة الثانية. هنا بعد ما طلع لي السفنج تاعي دهنت البلاط تاعي ولوزته. انا ما زلت نخدم بالطريقه القديمه، ندير الحبات ماشيش نديرهم صغار، نديرهم شويه اكبر. واش نقول لكم بنياتي، احنا القدم نحبوا الحاجه القديمه. وثاني كاين مثل يقول القديم حبه والجديد لا تفرط فيه. بربي ان شاء الله محناش راح نفرطوا في الجديد. بالنسبة للسفنج كي تحطوه يطلع المرة الثانية ما تخليوهش يطلع مليح، قيس ما يهز روحو ابداو لوزوه وحطوه في البلاط، على خاطر كي تلوزوه وتحطوه في البلاط راح يزيد يطلع. كي تبداو تقليو فيه الحبات الاولين راح يطلعوا لكم مليح، والحبات الاخرين راح ينزل لكم يجيكم يابس. هذه النصيحة حبيت نمدها لبنياتي باش ما يوقعوش في نفس الخطأ اللي وقعنا فيه وحنايا صغار كي كنا نتعلموا، وحتى كي كبرنا للأسف ما زلنا ساعة نوقع في نفس الخطأ. وهنا نكون وصلت معاكم لنهاية لا فيديو. نتمنى تكون الوصفة اللي شاركتها معاكم نالت إعجابكم، شهيتكم في الجنة. نتلاقى معكم إن شاء الله في فرصة أخرى أو وصفة أخرى من وصفات سيدة جزائرية. نخليكم على خير ونقول لكم في أمان الله وحفظه. فقط للتذكير ادعموني بلايك واشتراك أو تفعيل الجرس فضلا وليس أمرا. مع السلامة وإلى الملتقى إن شاء الله.